كان امرؤ القيس شاعرا من أشهر وأشعر شعراء العرب في الجاهلية، وقد علقت إحدى قصائده على باب الكعبة المشرفة، وصارت من أشهر المعلقات. وقد قضى الشطر الأكبر من حياته هائما على وجهه بعد أن طرده أبوه للهوه ومجونه، وقضى الشطر الآخر من عمره هائما أيضا على وجهه حتى يثأر لأبيه الذي قتله ابن حجر الكندي ملك بني أسد واغتصب ملكه، لكنه مات قبل أن يدرك ثأر أبيه أو يستعيد ملكه، وقد سمي الملك الظليل. وكان امرؤ القيس قد أقسم ألا يتزوج امرأة حتى يختبر عقلها وذكاءها وفطنتها وفراستها، وقد أعد اختبارا لذلك، وراح يجربه على كل امرأة يتقدم لخطبتها، فلم تنجح امرأة واحدة في ذلك الاختبار. وذات يوم كان امرؤ القيس مجتمعا في سمر مع مجموعة من أصدقائه، فقال له أحدهم: لقد أتعبتنا وحيرتنا معك يا امرأ القيس، كلما خطبنا لك واحدة من نساء العرب لم تعجبك، بالرغم ما تتمتع به كل واحدة من عز وحسب وجمال ونسب. وقال الآخر مازحا: هذه هي عادة الشعراء في كل زمان ومكان، دائما يهيمون في الخيال ويجرون وراء المحال. فقال امرؤ القيس: أنا لا أطلب المحال ولا أهيم وراء الخيال كما تظنون يا إخوان. فقال صديق ثالث: وماذا تسمي رفضك الزواج من كل من رشحن لك؟ فقال امرؤ القيس: لقد آليت على نفسي وأقسمت على ذلك أيمانا مغلظة، ألا أتزوج امرأة حتى أسألها عن 3 أشياء، فإن عرفتها تزوجتها، وإلا فلا، وألف لا. فقال صديق رابع: وما هي هذه الأشياء 3 يا امرأ القيس؟ فقال امرؤ القيس: هي 8 و4 و2. فنظر الأصدقاء بعضهم لبعض، وقال أحدهم مستخفا: 8 و4 و2 يكون مجموعهما 14. فضحك امرؤ القيس وقال: كل من تقدمت لخطبتهن حتى الآن أجبن هذه الإجابة. فقال الأول: هذه حجية وليست اختبارا للعقل. فقال امرؤ القيس: هذا شرطي للزواج. فضحك الحاضرون، وقال الثاني: طالما أن هذا شرطك للزواج فثق بأنك لن تتزوج أبدا. فقال امرؤ القيس: لماذا؟ فقال الحاضرون في نفس واحد: لأنك لن تجد امرأة تعرف المراد من هذه الألغاز. مضت أيام بعد ذلك، وذات ليلة كان امرؤ القيس مسافرا في الصحراء على ظهر جواده، فقابل رجلا عربيا يسير مع ابنة له جميلة كأنها بدر في ليلة تمامه، فحياه ثم سأل الفتاة قائلا: ما 8 و4 و2 يا فتاة؟ فتبسمت الفتاة وقالت: أما 8 فأطباء الكلبة، وأما 4 فهي أخلاف الناقة، وأما 2 فهما ثدي المرأة. فهتف امرؤ القيس وصاح فرحا: أحسنت والله يا فتاة، أنت أذكى من قابلت من نساء، لقد بحثت عنك طويلا وها أنا أظفر بك. ثم خطب الفتاة من أبيها فتبسم وقال له: لم نتقابل إلا الآن، ولم أعرف عنك وعن قبيلتك شيئا، وتطلب مني أن أزوجك ابنتي على قارعة الطريق. فقال امرؤ القيس: ستعرفني من شعري يا عماه، أنا القائل: قف نبكي من ذكر الحبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فقال الأب والفتاة: أنت امرؤ القيس، ليس في العرب من يجهل شعرك. فقال امرؤ القيس: إذن فأنت تقبل أن تزوجني ابنتك. فقال الأب: لن أجد لابنتي زوجا خيرا منك، وإن كنت حتى الآن لم أستطع تبين ملامحك بسبب الظلام.
فقال امرؤ القيس: سوف تراني عندما آتي إليك في وضح النهار لأسوق إليك مهر ابنتك. فوافق الرجل على أن يزوجه ابنته، ووافق امرؤ القيس على أن يسوق إليها مهرها 100 من إبل و10 من عبيد و10 جوار و3 أفراس. فقالت الفتاة: قبلتك زوجا، ولكن لي شرط. فقال امرؤ القيس: اشرطي كما تشائين. فقالت الفتاة: سأسألك ليلة الزواج عن 3 أشياء، فإن عرفتها أتممت الزواج، وإلا فلا. فوافق امرؤ القيس على شرطها، وانصرف كل منهم لحال سبيله. ومضت عدة أيام، وأراد امرؤ القيس أن يهدي خطيبته هدايا، فأحضر زقا كبيرا وملأه سمنا، وأحضر زقا آخر وملأه عسلا، وأحضر حلة ثمينة، وقال لواحد من خدمه: احمل السمن والعسل والحل إلى ديار خطيبتي، واحرص على أن ترتدي أجمل ثيابك حتى تشرفني. فارتدى الخادم أجمل ثيابه، وركب فرسا، ثم سار قاصدا ديار الفتاة. وفي الطريق نظر الخادم إلى حلة الفاخرة فأعجبته، فلبسها وواصل سيره. فاعترضه في طريقه شجر ذو أشواك، فتعلقت به الحلة وانشقت نصفين، فطواها وواصل سيره. ومر الخادم في طريقه ببعض البدو، فطلب منهم ماء ليشرب ويسقي جواده. فلما طالبوه بالأجر فتح زق السمن وزق العسل وأعطاهم منهما. فلما سألوه عن نسبه قال لهم: إنه ابن عم امرئ القيس. وبعد رحلة شاقة وطويلة وصل الخادم إلى ديار الفتاة، وسأل عن أبيها فوجد أنه خارج القبيلة، وكذلك لم يجد أمها ولا أخاها. فقدم الهدايا إلى الجوار والخدم، فحملوها إلى خيمة الفتاة. فلما رأت الرداء مشقوقا والسمن والعسل ناقصين، خطبت الخادمة من خلف الخيمة قائلة: أبلغ مولاك أن أبي ذهب يقرب بعيدا ويبعد قريبا، وأن أمي ذهبت لتشق النفس نفسين، وأن أخي يراعي الشمس، وأن سماءكم انشقت، وأن وعائكم نضبا. فحفظ الخادم كل ما قالته الفتاة عن ظهر قلب، ولم يفهم معناه. ثم عاد إلى امرئ القيس وأخبره به، ففهم امرؤ القيس معناه، وقال للخادم: أما قولها إن أبي ذهب يقرب بعيدا ويبعد قريبا، فإن أباها ذهب يحالف قوما على قومه. وأما قولها ذهبت أمي تشق النفس نفسين، فمعناه أن أمها قابلة، وقد ذهبت تساعد سيدة على الوضع. وأما قولها إن أخي يراعي الشمس، فمعناها أن أخاها يرعى ماشية وينتظر غروب الشمس حتى يعود إلى داره. وأما قولها إن سماءكم انشقت، فمعناه أن الحلة التي أرسلتها معك قد انشقت. وأما قولها إن وعائكما نضبا، فمعناه أن السمن والعسل قد نقصا، فاصدقني بما حدث. فقال الخادم: لقد ارتديت الحلة في أثناء الطريق، فاشتبكت بشجر فيه شوك فانشقت، ونزلت بحي من أحياء العرب طلبا للماء، وسألوني عن نسبي، فأخبرتهم أنني ابن عمك، وفتحت زق السمن وزق العسل فأطعمتهم منهما. فهدده امرؤ القيس قائلا: الويل لك إن عدت لمثلها. ومن هذه الرسالة تأكد امرؤ القيس من ذكاء خطيبته وحسن فراستها، وجهز الإبل 100 التي اتفق أن يقدمها مهرا للفتاة، وخرج مع خادمه يسوق الإبل قاصدين ديارها. وفي الطريق مر ببئر ماء، فتوقف امرؤ القيس حتى يستريح، وأمر خادمه أن يسقي الإبل. وبدأ الغلام يسقي الإبل واحدة واحدة، فاستغرق وقتا طويلا وعجز عن سقايتها جميعا. فذهب امرؤ القيس إلى البئر ليساعده في إخراج الماء، فغفله الخادم ودفع به إلى داخل البئر، فسقط امرؤ القيس في ظلام البئر. أما الغلام فقد ساق الإبل حتى وصل إلى ديار الفتاة، وأخبرهم أنه خطيبها،
وأنه جاء يقدم لها مهرها الذي اتفق عليه مع أبيها. فلما رأى أبوها وأمها وأخوها الإبل تهللوا فرحا، وذهبوا إلى الفتاة قائلين: لقد جاء خطيبك ومعه مهرك 100 من الإبل. ففكرت الفتاة قليلا ثم قالت: لا أدري أهو خطيبي أم لا. فتحير أهلها وسألوها: ماذا نفعل معه وماذا نقول له؟ أشيري علينا. فقالت الفتاة: انحروا بعيرا واطعموه من كرشها وذنبها. فأمر والد الفتاة بذبح البعير، فلما سلخوه أخرجوا كرش البعير وطبخوه مع ذيله، ثم قدموه للخادم فأكل منها حتى شبع، ولم يسأل عن اللحم والكبد والسنام. فأخبروا الفتاة بذلك فقالت: اسقوه لبنا حامضا. فقدموا له وعاء مليئا باللبن الحامض، فرفعه الخادم عاليا وشربه دفعة واحدة. فأخبروا الفتاة بذلك فقالت: أفرشوا له فراشا خارج الخيمة عند مخلفات التي خرجت من بطن البعير لينام هناك الليلة. ففرشوا له حيث أشارت، فنام الخادم ولم يعترض. فقالت الفتاة لنفسها: لا يمكن أن يكون ذلك امرأ القيس، ما هذا إلا خادم أرسله امرؤ القيس، أو أنه قتل امرأ القيس وجاء ينتحل شخصيته. وفي الصباح أرسلت إليه قائلة: إني أريد أن أسألك عن أمور 3 حسب شرطي عليك قبل إتمام الزواج. فجاء الخادم وقال لها: سلي عما شئت. فسألته فلم يحسن الجواب عن شيء، فقالت: اقبضوا على هذا الخادم وقيدوه، لابد أنه قتل سيده وجاء ينتحل شخصيته. فتعجب أبوها وأهلها وقالوا: كيف علمت أنه خادم وليس امرأ القيس؟ فقالت: لقد اختبرته في أمور 3 كشفت شخصيته. فقالوا لها: ما هي؟ فقالت: أطعمته كرش بعير وذنبه فأكلهما ولم يعترض، لو كان سيدا لرفض وطالبنا بلحم البعير وكبده وسنامه. فقالوا: صدقتي. فقالت: وسقيته لبنا حامضا ولم يعترض، ولو كان سيدا لطالب باللبن الحلو. فقالوا: حقا. فقالت: وفرشت له عند قمامة فنام ولم يعترض. وهذا يدل على أنه خادم قد تعود هذه الأشياء في المأكل والمشرب والنوم، وهي أشياء يأنف منها السادة. فقبضوا على الخادم وقيدوه انتظارا لما تسفر عنه الأحداث وحتى تتضح لهم الحقيقة. أما ما كان من حال امرئ القيس فإن قوما مروا به وهو في البئر وسمعوه وهو يصرخ ويستغيث، فأخرجوه من البئر، فرجع إلى حيه وساق 100 أخرى من الإبل حتى وصل إلى ديار خطيبته. فقالوا لها: لقد جاء خطيبك يسوق مهرك 100 من الإبل. فقالت الفتاة: لا أدري أهو خطيبي أم لا. فقالوا لها: ماذا نفعل معه؟ فقالت: انحروا له بعيرا واطعموه من كرشه وذنبه. فلما قدموا له ذلك نظر إليهم مستنكرا وقال: أين اللحم وأين الكبد والسنام؟ ورفض أن يأكل. فقالت الفتاة: اسقوه لبنا حامضا. فلما قدموا له اللبن الحامض نظر إليهم مستنكرا وقال: أين اللبن الحلو؟ ورفض أن يشربه. فقالت الفتاة: أفرشوا له عند قمامة التي خرجت من كرش البعير حتى ينام ليلته. فلما فعلوا ذلك رفض أن ينام وقال لهم: بل افرشوا لي فوق ربوة مرتفعة وانصبوا فوقها خيمة. فلما أخبروها بذلك تبسمت وقالت: أحذروه، هذا هو زوجي. فلما حضر امرؤ القيس قالت: الآن تتم مراسم الزواج. فقال لها: هل نسيت شرطك؟ ألم تقولي إنك ستختبرينني في أمور 3 حتى يتم الزواج؟ فضحكت الفتاة وقالت: لقد اختبرتك فيها بالفعل. هل نسيت اختبار الأكل والشرب والنوم؟ لقد علمت أنك خطيبي الحقيقي منها، وكشفت زيف الخادم منها. فضحك امرؤ القيس وقال: أنت لست ذكية وفطنة فقط،
بل أنت داهية من دواهي العرب، لقد صدق حدسي حين رأيتك. وهكذا تمت مراسم الزواج. أما الخادم فقد لقي جزاء أسود.